النهاردة هنكمل الألاعيب النفسية اللي بتتمارس عليك في العلاقات. لو حابين تشوفوا الجزء الأول هسيب لكم اللينك في أول كومنت. الإسقاط. معنى الإسقاط إن أنا أبقى عارف إن أنا فيا عيب معين، وأبقى عارف إن العيب ده عامل لك مشكلة وبيأذيك، وأقرر إن أنا أتهمك بنفس العيب عشان أنفي التهمة على نفسي. زي بالظبط لما زوج مثلا عارف ان هو بخيل وعارف ان هو مقصر جدا في حق بيته، يبدأ يتهم مراته ان هي اللي طماعة وهي اللي مبذرة، وانتي مش بيهمك غير الفلوس، وانتي مش بتفكري غير الفلوس، على الرغم من ان هو فاهم كويس جدا ان هو بخيل او ان هو مقصر في حق بيته. فبيقرر بدل من ان هو يعترف بغلطه او يقرر ان هو يعمل حاجة لمستقبل بيته، بيقرر ان هو ينفي التهمة دي على نفسه بان هو يتهم بيها حد تاني. شكل كمان من أشكال الإسقاط إنك تشوف حد ما حققش أي شيء في حياته وغير راضي عن حياته تماما وحاسس بالفشل، ويبدأ يعمل إسقاط للصفة دي على الناس اللي حواليه، ويبدأ يتهم في الناس اللي حواليه إن هم فشلة ويحبطهم، وما يبقاش عايز أي حد يحقق أي حاجة، لأن هو حابب جدا إن هو يعمل إسقاط للصفة دي على الناس اللي حواليه. تاني صفة في الفيديو النهاردة هي السايلنت تريتمنت أو الصمت العقابي. الصمت العقابي ببساطة هو إنك تسيب اللي قدامك مش فاهم إيه اللي غلط فيه، هو عمل إيه، هو إيه اللي بيحصل، طب انتوا هتفضلوا ساكتين لحد إمتى، طب انتوا هتتكلموا إمتى. الصمت العقابي ممكن ياخد أسابيع أو شهور على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. المهم إن أنا أسيب اللي قدامي يفضل محتار ويفضل مش فاهم هو أنا عملت إيه وغلطت في إيه. كان في بنت أعرفها بتتكلم مع حد بتحبه في الخطوبة والجواز وإن هو ياخد خطوة رسمي في علاقتهم، وكان بقالهم فترة طويلة بيحبوا بعض. في كل مرة البنت كانت بتتكلم مع الشخص اللي هي بتحبه ده في موضوع الجواز والخطوبة، كان بيعمل معاها مشكلة كبيرة جدا ويبطل يتكلم معاها ويخاصمها. وفعلا هو كان بيسيبها طول الوقت بتسأل نفسها طب أنا غلطت في إيه؟ طب هو ليه مخاصمني؟ طب هو ليه مش بيتكلم معايا؟ وكان بيعمل ده مدة طويلة جدا أحيانا، ظنا منه إنه هو موصل لها رسالة إن كل ما هتفتحي الموضوع ده أنا هاخد معاكي نفس الرياكشن وهخليكي تحسي بنفس الأحاسيس دي. فكانت فعلا البنت بتقعد أوقات طويلة جدا خايفة تتكلم في الموضوع ده، لأنها بتكون عارفة رد فعله هيكون إيه كل ما تفتح نفس الموضوع. وفي كل مرة كان بينجح إن هي تحس إن هي طول الوقت بتسأل نفسها هو أنا غلطت في إيه؟ هو أنا عملت إيه غلط؟ طب هو ليه ما بيكلمنيش؟ ويفضل سايبها للظنون وللأسئلة اللي في دماغها. الحيلة التالتة النهاردة اللي هنتكلم عنها هي الجوستنج. الجوستنج في العلاقات بمعنى إنك تبقى فجأة زي الشبح تختفي من العلاقة، ولا هترد على مكالمات ولا هترد على رسائل ولا هتظهر خالص. ممكن تختفي شهور وممكن تختفي سنين، وبعد كده هتظهر حجج زي انك كنت بتمر بحالة نفسية صعبة، زي ان واحد فلس، زي ان فلان مات، زي اني كنت عيان وكان عندي مشاكل صحية. المهم ان الشخص بيلاقي حجة يقنع اللي قدامه ان انا كان عندي حجة واضحة للغياب وللاختفاء المفاجئ ده. الحيلة النفسية دي بتخليك تحس ان انت مصدوم، مش فاهم انت غلطت في ايه او الشخص اللي قدامك مشي ليه، وبتفضل طول الوقت بتقعد تخمن في اسباب لانك مش فاهم ليه فجأة الشخص اللي معاك اتحول لجوست واختفى. الشخص اللي بيلعب بيك بالحيلة دي بيبقى ذكي احيانا جدا ان هو يدور لك على حجة غياب هو عارف انها هتأثر فيك، يقولك سبب قوي كده يديك احساس انه إن إزاي هبقى نادلة، إزاي هسيبه دلوقتي، ده كان عنده ظرف قوي، ده كان عنده حاجة قوية تخليه يعمل كده. فبيبدأ ينقي لك حجة قوية ومقنعة عشان لما يرجع تاني يقدر إن هو يكمل تلاعب بيك ويقنعك هو بعد ليه. فأنت بتحس وقتها إن أنت خايف تبقى نادلة، خايف تبقى قاسي، عايز تقف جنبه ومش عايز تتخلى عنه. شوية حيل نفسية كده سريعا أزقس فيهم قبل ما نخلص. playing hard to get، إنك تعمل نفسك آخر قطعة، إنت مفيش منك ومفيش زيك. jealousy induction، طول الوقت تتعمد تصير غيرة شريك حياتك وتحسسه إنك كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، عشان تحسسه إنت قد إيه مرغوب. love bombing،
وهي إني هغرقك حب وحوطك من كل اتجاه عشان أقدر أسيطر عليك كويس. hot and cold behavior يعني سخن وبارد كده. هفضل شوية أتعامل معاك بمودة وحب وطيبة وبقى أحسن حاجة في الدنيا، وبعدين أختفي من حياتك خالص وأبقى مش موجود عشان أشغل بالك والفت نظرك. السؤال المهم، أعمل إيه لو اكتشفت إن أنا بيتلعب عليا لعبة نفسية في علاقة معينة؟ أول حاجة، الوعي بالألاعيب النفسية بيوفر عليك مجهود وطاقة وحزن وبؤس كتير قوي إحنا كلنا في غنى عنه. تاني حاجة، إن أنا أقرر أقول لأ، أوضح للشخص اللي قدامي ده إن أنا مستوعب كويس اللي هو بيعمله وأطلب منه إنه يوقف ده. ولو ما وقفش، ده وقت إنك تفكر إيه مدى أهمية العلاقة دي وتقدر تطلع منها بأقل الخسائر إزاي. وعايزة أقول لكم إنكم تقدروا تحجزوا معايا جلسة كوتشنج عن طريق إنكم تبعتوا واتساب مسج على الرقم اللي هسيبه لكم في الفيديو ده. فيديو النهاردة خلص، ما تنسوش تشاركوه مع صحابكم لو شايفين إن هم بيمروا بألاعيب نفسية معينة وهيحتاجوا يسمعوا الكلام ده. وهسيب لكم كل اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي عشان تتابعوني عليها في أول كومنت. لو كنتوا كملتوا الفيديو للآخر فكالعادة عايزة أقول لكم شكرا. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوز أكتر.